بارت 2. ايه هي الجدوى الاقتصاديه الخاصه بالعاصمه الاداريه على الاقتصاد المصري؟ احنا الاول اتكلمنا عن اللوكيشن في بارت 1. بارت 2 دلوقتي انا هتكلم عن المدن الفريده من نوعها اللي موجوده في مصر، وكل مدينه منهم قطاع اقتصادي منفصل. اول حاجه المدينه الطبيه. المدينه الطبيه دي موجوده بالعاصمه الاداريه. انت عارف السياحه العلاجيه في العالم تمثل كام؟ 114 مليار دولار. طيب حضرتك عارف المستهدف ل 2030 كسياحه علاجيه هتبقى كام؟ حوالي 346 مليار دولار. لما حضرتك يبقى عندك المدينه الطبيه دي ويجي لك منهم، مش هقول لك 10%، 1%، يعني بنتكلم في حوالي مليار ونص الى 3.5 مليار دولار على 2030. ده لو 1%. مصر كلوكيشن وكجو ما بيكررش كتير في العالم. فهو عندك مدينه طبيه، فانت بالتالي هتعمل عمليه جذب كويس جدا في العالم عن السياحه العلاجيه عندك انت، خصوصا انت قريب من العين السخنه والمياه الكبريتيه معروفه جدا، والعالم كله ناس كتير بتتحرك في العالم كله كسياحه علاجيه بتروح العين السخنه عشان المياه الكبريتيه. اسمها العين السخنه عشان المياه الكبريتيه، للمعلومه يعني. تاني حاجه الاقتصاد الادويه. اقتصاد الادويه بيمثل كام في العالم؟ تريليون و2 من 10 مليار دولار. فتخيل لما يبقى عند حضرتك مدينه طبيه وعندك استثمارات او شركات ادويه باستثمارات، لو هتاخد منها 1% ده 102 مليار جنيه، 102 مليار دولار. ارقام مرعبه. عشان عندك مدينه طبيه فيها 4200 سرير، فيها 18 معهد ما بين الكلى والكبد والقلب والسكر وانسولين. في جوه فنادق، هيبقى فيه زي منتجعات. فحضرتك متخيل المدينه الطبيه دي بس كسياحه علاجيه هتدخلك مبالغ عامله ازاي؟ مبالغ مرعبه. النقطه الثانيه الاكسبو سيتي. اكسبو سيتي دي اللي ما يعرفهاش هي ارض المعارض، بتتعمل كل 5 سنين في دوله. في دول كتير بتربط الرؤيه بتاعتها بالاكسبو سيتي اللي جايه، اللي هي هتستضيفها، زي السعوديه عندها اكسبو سيتي 30، فعامله الرؤيه الاقتصاديه بتاعتها على 2030 وتعرضها في الاكسبو سيتي. ده بيبقى معرض سلاح، ثقافي، معماري، فني، ترفيهي، كل حاجه. طب هو الموضوع ده موجود في دول كتير؟ الحقيقه لا، ده موجود في 15 دوله بس في العالم، حوالي 24 مدينه في العالم كله. فلما يبقى عند حضرتك اكسبو سيتي دي حاجه مميزه جدا. طيب ايه هي الجدوى الاقتصاديه منها؟ ايه هي السياحه بتاعتها؟ خليني اقول لسيادتك، كانت في برلين في المانيا السياحه بتاعتها وزارها الاكسبو سيتي من 18 ل 22 مليون سائح. تاني 18 ل 22 مليون سائح. طب اخر مره الاكسبو سيتي دخل لها سياحه قد ايه او زوار قد ايه؟ 40 مليون سائح. ده لو كل واحد فيهم صرف 10 دولار هيبقى رقم خرافي. ده بالنسبه للاكسبو سيتي. الحاجه اللي بعدها فورمولا 1، سباق السيارات السريعه. انت عارف سباق السيارات السريعه وفورمولا 1 الدوله اللي بتستضيفها بيجي لها يعود على اقتصادها استثمارات بكام؟ مليار و200 مليون دولار. طيب فورمولا 1 اللي جايه مستهدف فيها استثمارات او ارباح بكام؟ 2.5 مليار دولار. انت بقى عندك فورمولا 1 في العاصمه الاداريه. طيب ديزني لاند غني عن التعريف، سياحه ترفيهيه واطفال. لما تكون عندك في الدوله بتاعتك قد ايه السياحه الترفيهيه دي هتعود عليك منها؟ ديزني لاند دي بيبقى ملاهي مائيه وسينمات ومجمع ترفيهي كبير جدا جدا جدا، غير الديزني لاند اللي احنا عارفينها. لا دي جواها وسائل ترفيه كتير جدا جدا. عندك سياحه ترفيهيه، سياحه علاجيه، سياحه رياضيه عن طريق فورمولا 1 طبعا، والمدينه الرياضيه والمدينه الاولمبيه. المدينه الرياضيه تلعب فيها كاس العالم للمنتخبات سنه 21، وكاس العالم للانديه سنه 24. تخيل الايفنتس دي عندك سياحه رياضيه في العالم كله. واحنا كان عندنا الكاس العالم اللي تلعب منتخبات والانديه كانت كره يد، وكره اليد يعني جمهوريا يعني بالنسبه للجمهور مش يعني ما لهاش شعبيه كبيره. تخيل لو تلعب عندك بطوله كره قدم، هتعمل ايه؟ سياحه عندك. فسياحه علاجيه، سياحه ترفيهيه، سياحه رياضيه، سياحه دينيه. انت عندك دلوقتي مسجد الفتاح العليم ومسجد مصر، دول مراكز اسلاميه، يعني هي مش مجرد مسجد من المصلى فقط. وعندك هيبقى في متحف الاسلامي، وطبعا الكاتدرائيه، وده معلم ديني مهم جدا. حضرتك النهر الاخضر اكبر نهر في العالم كله بطول يعني 35 كيلو.
قد السنترال بارك في امريكا 8 مرات، لان النهر الاخضر حوالي 6200 فدان، والسنترال بارك حوالي 800 او 820 فدان في امريكا في نيويورك. شوف اصلا سنترال بارك بتدخل سياحه قد ايه لنيويورك او في امريكا يعني. انت عندك قد سنترال بارك 8 مرات، بحدائق حيوان مفتوحه، بحدائق نباتيه، بكافيهات، بمجمع سينمات، طبعا بمتاحف and so on. فتخيل، ممكن بس تنزل العاصمه الاداريه